السلام عليكم. بسم الله، اللهم صل على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم. هنعمل مخلل حلو قوي. تاني، المخللات دي من اهم الحاجات اللي ممكن اضيفها لاكلي. يعني انا لو مش عامله خضار ولا طبخت اليوم وعامله اي اكل، احط مخلل معاه. لو مخلل حلو اللي انا عاملاه في البيت، انا عملت كل حاجه. انا حطيت الخضار وحطيت خضار مفيد وطازج وهضمه سهل ومعاه بروبايوتيك ومعاه انزيمات، فكل مشاكلنا هي الهضم. فالمخللات حلوه قوي. شوفوا ده الكرنب الصيني، بينفع قوي للوصفه دي لانه ورقه شويه بين الخس والكرنب، فهو ورقه سوفت، فبيكون احسن من الكرنب اللي عندنا العادي. بس ممكن نعملها باي نوع كرنب، اي حاجه موجوده عندنا بتشتغل. باخد كرنب. الحلو فيها بقى ان هي بتتعمل بكل الانواع، الحاجات اللي ممكن تدخليها فيها عشان تدي طعم حلو، وهستفيد منها كلها. فهحط فيها زنجبيل طازج، بحط فيها توم، بقطع فيها بصل اخضر كمان بيطلع حلو قوي. ممكن احط فيها تفاحة اقطعها برضو معاها. ممكن احط تمرة او تمرتين معاها. متخيلين كل الحاجات الجميلة دي بتدخل فيها. انا بحتاج فيها مهم قوي بقى اللي هو الملح، ملح البحر او الملح بالهيمالايا، اي ملح عندكم. هو معاه شويه كركم، واي حاجه في البيت عندكم. ممكن احط معلقه عسل اسود، ممكن احط معاه شويه من التمر هندي. بتطلع طعم حلو جدا مع الطعم الحامض بتاع الساور كراوت، التخليل اللي هنخلله. فبيطلع بيرفكت. تاخدوه تحطوه مع اي اكل. از اميزنج. خلينا بقى نغسلها ونقطع ونعملها. قطعناها بقى شريدت كده، شرايح صغننه. نفس الكلام الجزر، البصل الاخضر. اوكي، نحط بقى الملح بتاعنا، ملح كتير، واعصر فيها واسيبها. ممكن اسيبها ساعتين، اسيبها 3، اسيبها اوفر نايت بالملح. واحاول بقى اعصر الملح ده، اخليها تطلع الميه اللي فيها قد ما اقدر. اعصرها واخليها لك بقت متبله كده، ودبلانه، تدبل الورقه كده، كل الميه اللي فيها تخرج منها. اوكي، دي محتاجه طبعا تكس وقت شويه. بس بعد كده شوفوا بقى وصلنا المرحله دي. شفتوا كميه كل الكرنب الكتير ده ولا حاجه دلوقتي، وبيطلع لي كل الميه دي كلها. اخد المعصور ده واحطه بقى في البرطمان، واضيف الاضافات اللي هتخلي طعمه مميز. ادي المخلل. اوكي، الكابج وعليه الكاريت وعليه كل الحاجات، وادي الميه بتاعتهم اللي فيها الملح، فيها الكركم، فيها كل حاجه. وهنا عندي بصل اخضر كمان، توم، بصل، كل حاجه. ممكن اضيف بقى ايه بقى اللي يديني طعم السبيشال بتاعها، وعلى حسب انتوا هتحبوا الحاجات دي ولا لا. ممكن اضيف مانجا مقطعه. المانجا مش هتبقى سويت، هتبقى بس طعم مانجا من غير سويت، الملح هيطغى عليها. جربوا في برطمان صغير بالمانجا، جربوا لو قطعتوا التمر حتت صغيرة هيطلع ازاي. اوكي، التوم الاكسترا لما ازود التوم عليها، في ناس بتحط عليها الكمثرى اللي هي البير. اوكي، بيقطعوها ويحطوها معاها. كل ده بتدي فليفر حلوة قوي. في ناس بيحطوا الصوص بتاعت السمك اللي بتتباع دي، الكوريان. انا ماليش في الحاجات دي خالص، اي حاجه فيشي مش هحطها فيها. بس انا جربت مع الفواكه، طلعت تحفه. الفواكه ما بقتش فواكه، بقى طعم الفواكه بس مالح يعني. خدتي الفليفر فيها. anyway، جربوا كل الحاجات دي وشوفوا. طبعا الزنجبيل ده اساسي عشان هو من الحاجات المفيده وانا محتاجاه. فانا هحط مانجا، وانتوا جربوا زي ما قلت لكم يعني اكتر من حاجة. التين، لو موسم التين، يا سلام على الابداع. التين ده بيطلع فظيع. حتت منه كمان برضو اقطعها واحطها في المخلل الجميل ده. هضغط عليه بقى حلو قوي كده، وهغطيه بالمية اللي انا طلعتها، واسيبه لحد اسبوع. لو البيت عندكم حر، بعد 4 ايام جربوا شوفوا ايه الاخبار. اوكي، المفروض ده ومتغطي بالميه وكميه الملح دي مش بيجراله اي حاجه. اشوفكم فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمه الله.